المدرسه بريفي منفخين بالنقط على خلاها، حيتاش عمرك شفتي شي واحد طلع من البريفي هو الاولي على الدوله؟ وهذا المدرسة الخاصة عاد ولا هادشي هذا كاين خصهم شي حاجه الاصلاحات. المدرسه الخصوصيه عاود خص الماده كبيره، يعني حتى حما كاولادو يعيشوا مزيان وقاريهم في احسن مؤسسه وفي احسن مطاع. عندهم واحد الخبره اساسيه كيقريو فهمتيني. 3200 درهم باش نقري البكالوريا وغادي تجيب لي العائله غادي تعطيها 10 ما يمكنش. الحبيب عندنا واحد السؤال بخصوص واش تفضل تقري ولادك في مدرسه عموميه او مدرسه خاصه؟ مدرسه عموميه. مدرسه عموميه نفضل. أنا كنفضل نقري ولادي المدرسة العمومية اللي قرينا فيها حنا كاملين. حنا قرينا مدرسه عموميه وكنفضلوا مدرسه عموميه. لا مدرسه عموميه. على حسب الامكانيات، المدرسه الخاصه خصك تكون عندك الامكانيات عاد باش هكا. الامكانيات الماديه. ايوا ضروري. عموميه نقري. يعني تفضل مدرسه عموميه على مدرسه خاصه؟ نقول لك الانسان على حسب الامكانيات، اللي عنده ما كانش يقري ولادو في الخصوصي واللي ما عندوش الا غالب، ولكن هذه الحاله دابا اللي هما فيهاش باش نقول لك. مدرسه عموميه. كتفضل مدرسه خاصه على مدرسه عموميه؟ من الاعدادي الفقر في مدرسه عموميه. مدرسه عموميه خصهم يقراو. لا مش من ناحيه. من ناحيه الازمه، من ناحيه الماديه. ناحيه ايوا انها ماشي مكلفه بزاف، مع الشعب الواحد فيها انا قريت انا دخلت في مدرسه عموميه. يعني مدرسه عموميه افضل من مدرسه خاصه؟ افضل. الله يحفظك. من الناحيه الماديه؟ من الناحيه الماديه ضروري. انا اصلا كان عندي اصلا ولدي كيقرا في خصوصيه من الصف السادس انتقل الدوله. وشكون شفتي افضل، واش مدرسه خصوصيه او مدرسه عموميه؟ افضل كتجي عموميه الدوله عندهم واحد الخبره اساسيه كيقريو فهمتيني، وخصوصيه الفرق اللي كاين بيناتهم كتسمى اساسيه كيهتموا بالتلاميذ بالدعوه ماشي اللي كاين. ولادي تا هما قراو المدرسة العمومية وحصلوا على شواهد عليا، وهذا المدرسة الخاصة عاد ولا هادشي هذا. دابا الناس لأن القضية ديال المدرسة الخاصة مع العمومية ما عندهاش الفرق هو خص الولد يكون عنده الرغبة في القراية. إذا قال الولد ما عندوش الرغبة في القراية واخا يمشي للمدرسة الخصوصية ما غيعمل والو. وأنا كنفضل المدرسة العمومية على المدرسة الخاصة لأن فيها قراو الأجيال وقراو فيها الدكاترة وقراو فيها. كاين خصهم شي حاجه الاصلاحات، ولكن من الاحسن العموميه، لان الاغلبيه ديال فئه الشعب راه ضعيفه شي حاجه، ما يمكنش تستحمل تكاليف المدرسه خصوصيه. من الناحيه الماديه؟ من الناحيه الماديه. وحيتاش المدرسه بريفي منفخين بالنقط على خلاها، حيتاش عمرك شفتي شي واحد طلع من البريفي هو الاولي على الدوله؟ ما عمرو طلع. كيطلعوا يصحاب الشعب عادي مساكن، حيتاش علاش؟ حيتاش كيعملوا مجهود كيقراو بصح. اخر التلميذ كيجيب 7 كيدخل عنده المدير كيقول له نزل له 10. وهذا الشيء زعما ماشي كنقولوا من الفراغ، راه الناس اللي كيكونوا تما هما اللي قالوا لي. طبعا ما يمكنش انا كنخلص لك 3200 درهم باش نقري البكالوريا وغادي تجيب لي العائله غادي تعطيها 10 ما يمكنش. بالعكس المدارس العموميه. طبعا المدارس العموميه حنا كاملين قرينا فيهم، والجيل اللي طلع دابا شكون اللي فين قراو؟ اغلبيه يقراو في مدارس عموميه. من ناحيه بزاف الحاجات، انا اصلا ما نقدرش نحكي على المساله بحال ماشي مجهول ما عنديش الحين، مشكله ما نقدرش نعرف هذا الشيء هذا. ناحيه بنادم كيمشي مزيان كنتعاونوا على هذه، والمدرسه الخصوصيه عاود خص الماده كبيره سيني. يعني حتى حما كاولادو يعيشوا مزيان وقاريهم في احسن مؤسسه وفي احسن مطاع، ولكن لا غالب كل واحد والظروف ديالو، كل واحد الامكانيات ديالو، لا من الجانب المادي ولا فهمتي، وخصوصا من الجانب المادي. الجانب التكوين الاساسي بالضبط، من الاساتذه كيجيو مكونين، وجانب ان مجانا ما مكلفاش ماديا. مكلفاش ماديا. نقول لك اخي اندماج مع الواقع المغربي احسن حاجه، اما ديك الخصوصيات ديما ما صالحينش.